صباح الخير حبايبي، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ صباح الخير، النشاط، الحيوية، التفاؤل، ما عنا أي مجال للطاقة السلبية. اليوم الفلوج راح يكون عبارة عن جولة داخل إمارة عجمان. راح أورجيكم إمارة عجمان كيف شكلها من جوا، إيش أهم الأماكن الموجودة فيها اللي ممكن تروح عليها، وأيضا راح يكون في تمرين خلال الفيديو. راح أورجيكم أنا كيف بتمرن عشان أحافظ على جسمي، وكيف ممكن أنتوا برضو تحافظوا على أجسامكم. راح أعطيكم بعض النصائح اللي ممكن تفيدكم، ما فيها أي نوع من التعقيد النصائح اللي راح أعطيكم إياها، ولكن بدها نوع من الالتزام. حاليا أنا عندي كم من شغلة لازم أخلصهم، عندي شغل لازم أخلصه، ومجرد ما خلصت شغلي إن شاء الله راح نطلع سوا على جولتنا. تمام حبايبي، هيك جولتنا بلشت. أنا حاليا طلعت بالسيارة ورايح لجهة مدينة عجمان. بدي أخذكم جولة في إمارة عجمان، أورجيكم أهم الأماكن فيها. بس قبل ما ناخذ جولة لازم ناخذ كوفي عشان نصحصح، وبعد ما ناخذ كوفي راح نروح نجيب أكل. طبعا الأكل راح أجيب من مطعم مفضل بالنسبة إلي، راح أحكي لكم ليش مفضل بس نوصل على المطعم. تمام؟ ألو، السلام عليكم. كيف حالك بيسر؟ الحمد لله. شو في أكل اليوم؟ كله موجود؟ ايوه كله موجود. برياني، في تشيكن مشروم، بطاطس سكان، سالمون، وايت ريس، تونه. اوكي. رايس تشيكن. شو في عندك؟ رايس وتشيكن مشروم وايش بعد؟ تشيكن مشروم، بطر تشيكن، برياني، تكه مسالة. اوكي, give me white rice and butter chicken please. Okay, I'm coming to the shop now. اوكي, see you. اوكي يا جماعة، هيك بنكون جبنا التركيش كوفي تبعنا، وهلأ منطلقين لجهة المطعم عشان نجيب الوجبة. اوكي، طبعا هذا هو المطعم، اسمه دايت بوكس من الاسم. هو عبارة عن مطعم بيقدم مأكولات صحية. الأسعار تبعته مش غالية ولا رخيصة، يعني أنا بعتبرها بالمتوسط. تمام، مش كثير غالية مش كثير رخيصة. تمام، يعني مثلا الوجبة اللي راح أطلبها الآن راح تكلفك 20 أو 25 درهم. راح أورجيكم الوجبة من شو بتتكون لما توصلني. السلام ورحمة الله. How are you, buddy? All good? Thank you. Thank you so much. Thank you. اوكي يا جماعة، شايفين هذا هو المطعم دايت بوكس. طبعا عشان تكونوا بالصورة، هم مش عاملين لي سبونسر او اي اشي، انا ما بعمل دعاية، ولكن انا بحكي لكم مرات لما انا ما اكون قادر مثلا اطبخ، ما بيكون عندي وقت اطبخ وحابب اكل اكل صحي، بوصي من هذا المطعم لانه اكله صحي وممتاز. تمام، محسوب الكالوريز تبعته. هاي الوجبة يا جماعة زي ما انتم شايفين، بتر تشيكن مع 150 جرام رز ابيض. تمام، صدقا يا جماعة، صدقا عن جد مش ببالغ، الأكل زاكي. بنصح أي حدا يجرب المطعم، أي حدا بنصحه يجرب المطعم عن جد. صدقا الأكل زاكي وبيستاهل التجربة، يعني أكل صحي وبنفس الوقت. تمام، أكل زاكي، صحي وزاكي بنفس الوقت. هيك احنا بنكون خلصنا أكل، وانا هلا حاليا بطريقي للسوق الصيني. هناك بالسوق الصيني راح اورجيكم كيف شكله من جوا. راح اخذ جولة سريعة جوا، مش جولة تفصيلية، بس راح تكون بس
جولة سريعة. منه بنمشي داخل السوق الصيني، ومنه بنحرق الأكل اللي أكلناه عشان نحس براحة. وعليكم السلام ورحمة الله. غسيل سيارة؟ أوكي، كم هذا؟ 10 درهم. اوكي يا جماعة، طبعا هون في خدمة اسمها او خدمة غسيل السيارة بأقل تكلفة ممكن، يعني بغسل لك السيارة بتكلفة أقل من محطات غسيل السيارات. يعني هون بطلب 10، هناك ممكن يطلبوا 20، ممكن يطلبوا 30. اوكي بايسب، wash please. How long it takes? It will take? Time? Yeah, time. كتني time? 15 minutes, 20 minutes. اوكي بايسب جي، ثانك يو. هاي مدخل عجمان تشاينا مول او السوق الصيني. تمام، مدخل لطيف الى حد ما، بس اكيد ما تقارنوا لي مثلا مولات دبي او محلات دبي، لانه في فرق يعني صراحة. اوكي، زي ما انتم شايفين محلات اواعي، محلات نظارات مثلا، في محلات شواز بتبيع شواز، وفي كمان اللي هي محلات الأثاث أو ستاير، في عندك محلات بتبيع ميك اب. فزي ما حكيت لكم عدة منتجات بتلاقيها هون موجودة في السوق الصيني. صح ممكن ما تكون الجودة أحسن جودة، بس إلى حد ما ممكن إشي لشخص عملي، إشي مناسب لشخص عملي. لساتها هي نفس الفكرة، ما في نفس المحلات، أواعي، عطور، أثاث. في بعض الأكشاك الموجودة اللي هي بتبيع زي مثلا بوب كورن، أو إذا بتحب تشتري شيبس، أو إذا بتحب تشتري مثلا شعر بنات، اللي متذكر شعر البنات لما كنا نشتريه وإحنا صغار. في عندكم محلات ساعات، في محلات بتبيع نظارات، محلات بتبيع كفرات تليفون. أنا ما بقترح أي حدا، ما بشجع أي حدا بده يجيب إشي يستعمله لفترة كثيرة طويلة، سنة وسنتين وثلاث، إنه يشتري من هون صراحة. بس إذا بدك تجيب إشي تسلك أمورك فيه، أوكي. يعني خاصة الأثاث المصنوعة من الخشب، لأنه الخشب اللي هون مش خشب قوي. وهيك بتكون خلصت جولتنا داخل المول الصيني أو تشاينا مول عجمان. بتمنى الجولة عجبتكم. زي ما حكيت لكم راح تكون جولة خفيفة لطيفة، ما راح نطول لأنه في ورانا كثير أماكن نزور. شوف كيف معه بربيش مي، معه خزان للمي، ومعه بربيش تمام كهربائي، برش على السيارة وبعدين بنظفها تنظيف كامل. هاي الاثنين بلشوا ينظفوا بالسيارة عشان يخلصوها بوقت أسرع، لأنه أنا حكيت له إني مستعجل، حكيت له تقريبا بدي 10 دقايق ألف جوا، ولما أطلع بتوقع إنه أو بتخيل إنه المفروض السيارة تكون جاهزة ومغسولة. تمام، هاي الاثنين بتعاون عليها. طبعا الله يكون بعونهم، شغلهم جدا صعب، مش سهل أبدا. يا حرام بضلوا واقفين تحت الشمس. تخيل درجات الحرارة بتوصل ل 50 45 بالصيف، 45 درجة مئوية بالصيف، وهدول بيكونوا يا حرام واقفين تحت الشمس بس عشان يلاقوا حدا يغسلوا له سيارته. وكم الغسيل بكلفك؟ بس 10 دراهم. تمام، فالله يكون بعونهم، شغلهم جدا صعب ومربحه مش بزيادة. اوكي يا جماعة، هلا انا حاليا متجه للمكان اللي راح اتدرب فيه. انا بالعادة بروح بتدرب اماكن خارجية، يعني بروح على اماكن خارجية اتدرب فيها، ما بتدرب بجيم. يعني انا جسمي عملته من تمارين باستخدام وزن الجسم، زي الضغط، العقلة، او اي تمرين بعتمد على وزن الجسم بالتمرين. تمام، اي تمرين بعتمد على وزن الجسم، او تمارين وزن الجسم اللي فيها نوع من انواع المقاومة. تمام، هاي الحديقة موجودة هون، اسمها الحديقة الرياضية او سبورتس بارك. تمام، الحديقة الرياضية. طبعا الحديقة الرياضية نسبة
الملاعب اللي موفرينهم جوا الحديقة لممارسة عدد كبير من الرياضات. اوكي يا جماعة، هيك احنا بنكون دخلنا الحديقة الرياضية. زي ما انتم شايفين هون في ملعب كرة قدم، او بالاحرى ملعبين كرة قدم للناس اللي بتحب تلعب كرة قدم. هاي الحديقة موجودة هون. انت لو كتبت على الجوجل الحديقة الرياضية في حال كنت عايش بعجمان راح تلاقيها على الجوجل وراح تعرف توصلها عن طريق الجوجل مابس. وهنا مضمار للمشي او للركض. انا بالعادة بركض على هذا المضمار، بلف تقريبا 5 لفات 6 لفات، اللفة فيها تقريبا كيلو. تمام، فبركض لي هيك 5 كيلو 6 كيلو وبعدين ببلش تماريني. شوفوا كيف شكل الحديقة، بجنن. شوفوا كيف الحديقة شكلها روعة. اوكي، هيك انا بلشت ركض بعد تمارين الاحماء. زي ما خبرتكم بالعادة بركض شغلة 5 كيلو 6 كيلو، ومرات لما كنت تعبان 3 كيلو 4 كيلو. فهيني حاليا بركض، وبعد الركض راح نعمل تمارين مقاومة او كاليستانكس. اوكي يا جماعة، هيني انا حاليا بالسيارة راح نكمل جولتنا بإمارة عجمان، وراح اورجيكم بعض الاماكن اللي ممكن تزوروها داخل الإمارة. خليكم معي لاخر الفيديو. بدي صراحة اميل اشرب مي، اشتري مي، لانه صراحة نشف ريقي من التمرين. بالعادة المفروض انا اجيب معي قنينة مي وانا بتمرن، بس هاي المرة صراحة نسيت. هيني انا ماشي بعجمان، بدي اغطيها بالكامل تقريبا، يعني مش كلها 100%، بس اغلب المناطق راح اغطيها معكم. تمام، شوفوا الفرق بين عجمان والفرق بين دبي، وراح تشوفوا برضو الفرق بين المناطق اللي كنا فيها بالبداية والفرق بين المناطق اللي راح نزورها كمان شوي. راح تحسوا بالفرق. تمام. اوكي يا جماعة، بدل ما اضل قاعد بالسيارة واصور من جوا السيارة، قررت انزل وامشي بالاماكن واورجيكم اياها على ارض الواقع. حسيت انه راح يكون التصوير اوضح، وخصوصا انه الدنيا ليلت، فحبيت انزل وامشي بالاماكن عشان تشوفوها بشكل اوضح. اول اشي المكان اللي احنا فيه اسمه البوليفارد. البوليفارد هذا موجود بنفس المنطقة اللي كنا فيها اللي هي اسمها الجرف. الجرف هي منطقة في إلها 3 أجزاء، الجرف 1، الجرف 2، والجرف 3. إحنا حاليا متواجدين بالجرف 1. طبعا هون في عنا شورتات رياضة، أواعي رياضية، بس مش أحسن كجودة، مش أحسن إشي صراحة. يعني أنا بالنسبة إلي ما بلبس من هون. لو تحكي لي ألبس من هون، لا ما بلبس للأمانة. مش لإشي، مش تكبرا، بس إنه الأواعي مش مريحة أبدا. فهمتوا علي؟ ما بتحسها مريحة بأي شكل من الأشكال. فيها نسبة كبيرة نايلون. أفضل شيء يكون اللبس أو تكون الأواعي قطن 100%. طبعا الجودة مش أحسن إشي، ولكن كل شيء سعره فيه زي ما بيحكوها. يعني هاي مثلا على سبيل المثال كم سعرها؟ 35 درهم. وفي عندك هاي سعرها مكتوب 29 درهم، كاتبها بقلم حبر.
هاي الشناتي كمان للي بدور على الشناتي اللي هي شناتي اليد رخيصة، هاي ممكن تجيبها من هون يعني، لطيفة فهمت علي، وحتى لو ما كان الكواليتي تبعها تمام مش راح تفرق كثير معك صراحة. اوكي، هون بنفس المنطقة اللي كنا فيها اللي هي الجرف قبال البوليفارد بالتحديد، في احسن مول موجود بعجمان اللي هو اسمه عجمان سيتي سنتر. اوكي، هو صراحة لطيف يعني اجمالا، انا بعطيه خلينا نحكي 8/10، بيستاهل 8 بالراحة. تمام. اوكي، طبعا انا هون جاي عشان اشتري اكل. هون بالمول في عندهم شغلة حلوة انه بتقدر تشتري اكل باسعار جدا رخيصة. فشوفوا مثلا هون في عندك معكرونة، في عندك كفتة، في عندك رز ابيض، وفي عندك دجاج بالفطر. ففي عندك عدة خيارات، في عندك بشاميل. فمش صحي 100% بس على الأقل ممكن يكون أحسن الموجود. أوكي يا جماعة، أنا أخذت شوية معكرونة بالبشاميل، هاي كلفتني 7 دراهم. طبعا يا جماعة أنا مش ماشي على نظام غذائي معين حاليا، فأنا باكل أي إشي فهمتوا علي. بالعادة أنا هاي الباستا ما باكلها بوقت التنشيف، معكرونة بالبشاميل ما باكلها وقت التنشيف. تمام، فهاي بس هلا حاليا لأنه أنا مش ماشي على أي نظام غذائي. تمام، طعمها ممتاز والله، طعمها جدا ممتاز. هلا بعد المول راح نروح نشوف آخر مكان بعجمان، واللي هو طرف عجمان الثاني اللي فيه كورنيش عجمان. كورنيش معناها طريق جنب البحر، للي ما بيعرف طريق جنب البحر. هلا في ميزة بعجمان، في أكثر من ميزة، راح أحكي عن مزايا عجمان وراح أحكي عن عيوبها، وراح أحكي أيضا عن بعض المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها عن عجمان قبل ما تيجي عليها. هنا احنا حاليا على كورنيش عجمان، أو عفوا في كورنيش عجمان زي ما انتم شايفين، شارع على امتداد الكورنيش. هاي الكورنيش هناك شايفين، هاي الكورنيش. تقريبا فيها شوي من ابو ظبي عجمان، حسيت فيها شوي من ابو ظبي. اوكي حبايبي، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفلوج تبع اليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم. اعطيكم الزبدة، الايجابيات والسلبيات للمعيشة في امارة عجمان. نبدأ بالايجابيات. اول اشي رخص المعيشة، 2 هدوء المدينة، 3 فيها خدمات جدا ممتازة سواء كانت خدمات صحية حكومية أو حتى تعليمية، و4 الموقع الاستراتيجي تبعها القريب من إمارة الشارقة وإمارة دبي. أما بالنسبة للسلبيات فما فيها تنوع ثقافي، يعني ما فيها جنسيات كثيرة مقارنة بإمارة دبي. 2 ما فيها كثير أنشطة ترفيهية. 3 فيها أزمات مرورية سواء كان داخل المدينة أو على مخارجها. الآن لو حسيتوا إنه الحلقة كانت أو الفلوج كان مفيد بالنسبة لكم، يا ريت ما تبخلوا علي بإعجاب وتعليق واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، بنشوفكم بالفلوجات الجاي. سلام.